بسوي شوربة توم يوم بالجمبري. هنا عندي قشر الجمبري أغليه مع رشة فلفل، رشة ملح، ومكعب ماجي طماطم. خلاص صفيت قشور الجمبري، حطيت رشة فلفل أسود ورشة زنجبيل، وحطيت هنا البانسيت أو الفرماسيلي. دحين أوريكم شكلها. تقصوها يعني. طلعت أنا مغلف، مو مغلف، المغلف يجي فيه 4 شرايح، طلعت شريحة وأقصها بالمقص بس ونزلتها هنا. دحين نحط باقي المكونات إن شاء الله. هذه الماركة اللي أنا استخدمها حقت الفرماسيلي. طيب حطيت يعني قشور ليمون بس شوية، يعني مو كتير. حطيت كمان اللي هي هذه سومترا، تحطوا الكمية اللي تبغوها. أنا ما أحبها حارة كتير فما أحط كتير. وبعدين حطيت فلفل رومي وحطيت فطر. بنزل الآن عصير ليمونة. ممكن إذا عندكم اللي هي جذور الليمون، عشبة الليمون ممكن تحطوا. بس كده. دحين أنزل الجمبري نظفته وغسلته ونقعته بموية وخل عشان يروح الزفر. الجمبري ما ياخد وقت في الاستواء، 7 دقايق يكون استوى. أكثر من كده يصير يابس. فخلاص كده 5 دقايق وأطفي عليه، هو حيكمل الاستواء في الشوربة وهي حارة. أنا حطيت شوية مرة قليل زيت وشوية مرة صلصة عشان بس يديله لون أحمر، لأني أنا ما أكتر الفلفل الأحمر الحار، مع إني حطيت شوية من سومترا بس برضو طلعت الشوربة حارة ولازم تكون حامضة. قفلت النار. آخر شيء أحط كزبرة. خلاص كده تمام. الكزبرة ما أحطها من البداية عشان لا كده يتغير لونها، فآخر شيء الكزبرة. كده خلاص. دحين نغرف إن شاء الله. زينتها بفلفل أخضر وبالعافية.